السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو انس. النهاردة معانا فيديو جديد ومعانا موبايل جديد من شركة انفينكس. لكن قبل ما ابدأ ولا اتكلم على اي حاجة في الموبايل، عايز اتكلم شوية عن موضوع الشركات وموضوع الكواليتي اللي بتنزله الشركات مقابل الفئة السعرية اللي بتنزلها. دلوقتي الاول كان الواحد بيخاف يشتري اي شركة مجهولة المصدر او اي شركة مش معروفة، وبيحب اللي هو يروح للبراندات المعروفة عشان خاطر يقول ايه ديت، لا بتديك كواليتي كويس او بتديك قيمة مقابل السعر، وزائد كمان الكواليتي العالي او خامات التصنيع الكويسه. لكن دلوقتي فعلا يعني لو حد فعلا متابع السوق المصري هيتضح ان فعلا الشركات كلها دلوقتي بتحاول هي تنزل من الكواليتي بتاعها او تقلل من الكواليتي بتاع التليفون، وتديك امكانيات عالية او تعلي امكانيات الموبايل عشان خاطر ان هي تنافس في السوق المصري. لو جينا في شركة زي شركة سامسونج واتكلمنا عن سلسلة الاي عملت مبيعات خيالية، عملت مبيعات فوق الممتازة، ولكن كان فيها عيوب كتير جدا بسبب ان هي فعلا شركة سامسونج قللت الكواليتي بسبب هي عايزة تديك سعر قليل وامكانيات عالية. فموضوع ان انت تخاف ان انت تشتري مثلا من اي براند تاني غير البراندات المعروفة، فالكل دلوقتي بقى تقريبا بيقلل في الكواليتي عشان خاطر يديك امكانيات عاليه وسعر كويس. فالموبايل اللي معانا النهارده وهو الانفينكس الهوت 7 برو. الهوت 7 برو يا جماعه نازل بامكانيات خياليه والسعر جامد جدا، والسعر انا عن نفسي عاجبني قوي قوي قوي. فيا ريت تكمل الفيديو للاخر عشان تعرف سعر الموبايل، ويا ريت طبعا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناه اول باول. يلا بينا نفتح الكرتونه وبعد كده نشوف الامكانيات. اولا التصميم، فالموبايل جايب تصميم من البلاستيك وجايب ظهر من المعدن، وطبعا بيدعم شبكات الجيل الثالث والرابع. الموبايل جايب شاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.2 بوصة بجودة HD بلس بدقة 720 في 1440 بكسل، وكمان جايب نوتش بس كبير شوية مش زي الووتر دروب او الديو دروب. الجميل بقى في الموبايل بتاع النهاردة ان هو جايب رامات 4 جيجا وذاكرة 64. طبعا يعني واحد مثلا ممكن يتكلم عادي جدا يقول ايه الجمال، يعني ايه تليفون عادي جدا 4 جيجا و64. لا، على موضوع السعر اللي هو نازل فيه انا يعني صراحة اتفاجئت ان التليفون زي دوت بالامكانيات دي بالشكل ده بخامات التصنيع ديت نازل 4 جيجا رام و64 وكمان بسعر خيالي اللي هو هنقوله بعد شوية. فطبعا حاجة يعني صراحة انا عن نفسي عجبتني، وحبيت ان انا اعمل فيديو للموبايل ده علشان خاطر فعلا انا عجبني سعر الموبال مع الامكانيات اللي نازل فيها. وجاي كمان بمعالج ميديا تك هيليو بي 25 بتقنية 16 نانومتر مع معالج رسومي من نوع مالي تي 880 MP2. تعالوا نتكلم عن الكاميرات، ودي طبعا من اهم نقاط بيع التليفون دوت، ان هو نازل بكاميرتين امامية وكاميرتين خلفية، بمعنى ان التليفون هيعمل بورتريه او هيعمل عزل في الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه بالهاردوير مش بالسوفت وير. فالموبايل جايب كاميرا اماميه مزدوجه، الكاميرا الاولى جايه بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.0، والكاميرا الثانيه جايه بدقه 2 ميجا بكسل، ودي طبعا للعزل والبورتريه مع فلاش امامي من نوع ليد. وجاي كمان بكاميرا خلفيه مزدوجه، الكاميرا الاولى بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8، والكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل، وطبعا دي برضو علشان خاطر البورتريه والعزل مع برضو فلاش من نوع ليد. اما عن وسائل امان في الموبايل، فالموبايل جايب مستشعر بصمه في ظهر التليفون وكمان بيدعم الفيس انلوك. نيجي بقى نتكلم عن نظام التشغيل
التشغيل، فالموبايل جاي بنظام تشغيل اندرويد باي 9.0 مع واجهة انفينكس اكس او اس 5.0. واخيرا البطارية، فالموبايل نازل ببطارية بسعة 4000 ملي امبير غير قابل للازالة، لكن طبعا التليفون ما بيدعمش الشحن السريع، وهو بيشحن عموما بمدخل يو اس بي عادي مش تايب سي، وبيدعم خاصية الاوتو جي. طبعا ممكن اي حد يقول طب ايه اللي فيها يعني بطارية بسعة 4000 ملي امبير عادي، يعني في تليفونات كتير جدا بنفس سعة البطارية دي. الجميل هنا في الموبايل او اللي عاجبني في الموبايل دوت او شددني ليه ان الموبايل دوت نازل برامات 4 جيجا مع ذاكرة 64، وكمان ببطاريه بسعه 4000 ملي امبير مع كاميرتين اماميه وكاميرتين خلفيه. فالموضوع صراحه جميل جدا. نيجي بقى لنقطه السعر، واللي اكيد في كتير منكم مستني نقطه السعر. التليفون ده يا جماعه مع الامكانيات اللي انا ذكرتها من شويه عامل 2300 جنيه. انتوا فاهمين يعني ايه تليفون 2300 جنيه نازل فيه الامكانيات دي؟ 4 جيجا رام وذاكره 64، حاجه يعني فعلا خياليه. انا نفسي مش مصدقها، مش عارف فيه ايه يعني. التليفون ده مثلا شركه انفينكس بتخسر فيه مثلا، مش عارف والله. المهم انا حبيت ان انا اتكلم عن الموبايل ده فعلا عشان هو عجبني يعني. اللي يحب يشتريه ممكن يزور فرع موبيتك او الاتصال على رقم الفرع، وانا ان شاء الله هسيب رقم الفرع في صندوق الوصف. وما تنساش طبعا تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، واكيد طبعا لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو مش عجبك اعمل ديسلايك عادي جدا، بس يا ريت تفهمني انت عملت ليه ديسلايك عشان اطور من نفسي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.